ركزت في مقالك عن المرأة والمجتمع عن دور المرأة سواء كانت عاملة أو من ربات البيوت، فعايزين حضرتك هي تستكمل مقالك معانا دلوقتي عن المرأة والمجتمع. هرد بس على السؤال بتاع الاستاذه احلام. دور اتفضل. المراه طبعا لها دور في الزراعه، لها دور في الاقتصاد، لها دور في القوات المسلحه، لها دور في الطب. المراه لها دور في جميع المجالات. المراه هي الديناميك الحياه كله يعني. فلو حابين تسمعوا نكمل استكمله استكمل المقال. ما فيش مشكله. احنا الحلقه اللي فاتت خلصناها لغايه الام والاخت والابنه، فهي الام والاخت والابنه. وعلينا ان نكرم المراه لكي تستطيع ان تنخرط في شؤون البناء والتنميه في المجتمع على نحو فعال وحيوي. فاصبحت للمراه في اغلب العصور تشكل قوه ديناميكيه للتطوير. ومن بدايه العقد العالمي للمراه حتى مؤتمر بكين عام 1996 وازداد الاهتمام بقضيه تمكين المراه بصفه عامه، واتاح الفرص للمراه في جميع مختلف المجالات، في الثقافه والسياسه والاقتصاد والزراعه والعديد من المنظمات والهيئات، واعطاها الحق الكامل في كافه الميادين. وعلى سبيل المثال دور المراه في سوق العمل، تشجيع المراه في سوق العمل من باب مكافحه الفقر ورفع مستوى المعيشه للاسره. واذا كانت هي المعيل الاساسي للاسره، في امهات ساعات بيبقى هي المعيل الاساسي، الاب توفى فهي اللي بتصرف عليهم غصب عنها. دور المرأة في التربية، دورها في تربية الأطفال لأنها هي المصدر الرعاية والحنان في الأسرة. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية على علم النفس التربوي بأن الطفل بحاجة إلى الرعاية والاهتمام. مفيش حاجة اسمها الأم مشغولة عن الشغل، لازم الأم تهتم بطفلها لأن هو هيطلع يربي أجيال زي يعني هي أجيال بتسلم أجيال. دور المرأة في المجال السياسي، وفي المجال السياسي وعلى المستوى العالمي والمحلي المرأة ترشحت للمناصب بالتساوي مع الراجل. يعني مفيش حاجة دلوقتي اسمها راجل وست، في مهندس في مهندسه، في دكتوره في دكتور. وحسب الاحصائيات وفقا للدراسات فان المراه تمثل 43% من قوه الزراعه في الدول الناميه. وحسب الاحصائيات العالميه نسبه المراه العامله في مجال الزراعه ما يقارب الى 50% في قاره افريقيا بس. يعني حتى شركه في الزراعه اللي هو اساسا المسؤول عنها الراجل. ودور المرأة في القوات المسلحة، تساهم المرأة في القوات المسلحة في عدة مجالات كالإدارة والأماكن المراقبة والصحة والهندسة وغيرها في المجالات. ودور المرأة في الطب، نرى أن المرأة تنافس الرجل في هذا المجال الطب مثل طب الأطفال أو الطب النفسي. وأثبتت الإحصائيات في عام 2017 عدد اطباء الإناث يفوق عدد اطباء يعني أطباء الإناث أكثر من عدد تفوقت عليه كمان. طبعا. وشاركت المرأة في الرياضة في بداية الإسلام، وشاركت المرأة في الألعاب الهوائية زي مثلا مثل السباحة والطيارة، زي مثلا المرأة المسلمة وفازت المرأة 14 مسلمة في ميداليات منها ابتهاج محمد أول مسلمة محجبة شاركت في الألعاب الأولمبية اللي هي من دولة الإمارات. الجميل ان حضرتك مقدم نماذج فعلا ناجحه. هو أصلا المقال طويل فأنا مش عايز رد قوي ان الست ما انا يتقالش ان هي عايزه دخلت حضرتك برضو المطبخ بس. اختصارا تدينا برضو يعني المقال ببوينتس كده مختصره. أنا عايز أقول إن المرأة الراجل من غير المرأة هتبقى حياته سودة من الآخر. مش عشان انتوا، والله بجد ده حقيقة. المرأة هي بتدي فاكهة للحياة. لا وبتفيد ده اعتراف لا بتدي فاكهة للحياة، بتدي لا وبتفيد المجتمع لان في يعني كتير من الرجال يعني مكنسلين ومهمشين المرأة خالص زي ما قلنا قبل كده. فهي فعلا اثبتت وجودها في المجتمع دلوقتي. لا دلوقتي. تستقيم بالاثنين، ما لا ينفعش حد دون وفي الاخر. في رجاله اصلا ما بتعترفش بالاعتراف اللي لا حضرتك مش بتقوله عايزين، ده. بس مش عايزين العنصريه لان بص في رجاله كويسه وبتحترم انا بقول لك زوجاتها. في لا البعض وفي رجاله بتقدر المراه كويس. هي الست هي الست محتاجه غير ايه، غير ان هي ان الراجل يحتويها ويقف جنبها ويكون سند ويدعمها كمان في شغلها ويعني بيكون داعم ناجح ليها. لكن في رجاله فعلا مش كده، بتبقى عايزه الست للمطبخ بس. لا لكن الست هي كل الحياه بصراحه. يعني انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان المراه هي عمود البيت مش. طيب في ظل الامكانيات والتطورات الكتير اللي بنشوفها، حضرتك بتوجه نصيحه للشباب المعاصر ازاي يواجه كل ده؟ الشباب اللي من دول عايز يطلع يلاقي كل حاجه وردي. لا وحتى القران الكريم قال لك ولقد خلقنا الانسان في كبد. وفي ايه برضه بتقول لك فان مع العسر يسر. يعني عشان تبقى انسان ناجح وعشان تتعب لازم عشان تعيش مبسوط لازم تتعب. فاولا انه ما يبصش نص الكوبايه الفاضيه، لازم أن يتعب ويشقى ويكون عنده المثابره ويؤمن بنفسه. لازم يعرف ان هو يكون واثق في نفسه ويشتغل ويطور من نفسه. ودليل دلوقتي فيها التكنولوجيا دلوقتي بقت تسهل علينا حاجات كتير غير زمان. يعني زمان يختلف عن دلوقتي. فهو الشباب اليومين دول تسهل له حاجات كتير.
لكن ما يجيش بقى يبقى عنده احباط ويقول لك لا انا لا، يعني هو الحياه بقت مسهله له حاجات كتير.